لو ضغطك اتظبط هل بتوقف دواء الضغط؟ لو بتعمل كده يبقى انت بتلعب بالنار. اهلا بيكم. النهاردة في سؤال دوائي هنتكلم عن غلطة شائعة جدا للأسف أغلب مرضى الضغط بيقعوا فيها. المريض بيقيس ضغطه في البيت يلاقيه بقى طبيعي ومظبوط، فدماغه تقول له خلاص أنا كده خفيت، ليه أكمل دواء الضغط؟ ويوقف العلاج من نفسه. تعالوا نشوف الخرافة دي جت منين. الناس فاكرة إن ضغط الدم المرتفع ده مرض بيجي فترة ويروح زي البرد مثلا، ولما الدواء يظبط الضغط يبقى هو عالج المشكلة من جذورها. لكن الحقيقة العلمية الصادمة اللي لازم كلنا نعرفها هي إن دواء الضغط مش بيعالج المرض، لأ، هو بينظم فقط الضغط وبيخليه في الحدود الطبيعية. يعني الدواء ده هو اللي مخلي القراية كويسة، زي بالظبط مريض السكر اللي بياخد حقنة الأنسولين. هل لو سكره بقى طبيعي هيوقف الأنسولين؟ الإجابة طبعا لأ. لما بتوقف دواء الضغط فجأة الضغط هيرجع يرتفع تاني بشكل مفاجئ وخطير جدا. الارتفاع ده ممكن يسبب مشاكل كبيرة زي الجلطات، الأزمات القلبية، وممكن لا قدر الله يؤدي لفشل كلوي. الموضوع مش بسيط أبدا. الخلاصة والنصيحة المهمة، دواء الضغط هو صديقك اللي لازم تفضل تاخده بانتظام وبالمواعيد اللي حددها لك الدكتور، وإياك ثم إياك توقفه أو تغير الجرعة من غير ما ترجع للطبيب المعالج. هو بس اللي يقدر يحدد إذا كان في تغيير في الخطة العلاجية ولا لأ. في النهاية سؤال ليكم، هل تعرفوا حد بيعمل الغلطة دي؟ اعمل منشن هنا في التعليقات عشان يستفيد من الفيديو ده، وقول لنا ايه اكتر خرافة طبية نفسكم نكشفها في الفيديو الجاي. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وشاركوا الفيديو مع اللي تعرفوه يمكن تنقذوا حياة حد